السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله بخير ومبسوطين. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. المقطع عبد الله شباب، جايبيكم اليوم كاميرا انبوكسنج جديد للكاميرا تصلح للفلوج طبعا. فبسم الله خلونا نبدا. فقبل ما نبدا اعطونا اشتراك ولايك وخلونا ندخل في المقطع. اذا عجبكم الفيديو انشروه. فبسم الله نبدا. اول شيء الكاميرا اللي عندنا يا جماعة اللي هي كاميرا الفلوج، او اللي هو الكاميرا اللي يسمونها اللي هي الاوزمو بوكيت 3. الاوزمو بوكيت 3 هذه النوع جديد من النوع الجديد من الاوزمو، نوع جديد من الاوزمو او النسخة الثالثة للاوزمو بوكيت 3 مثل ما انتم شايفين، او ممكن ظاهر لكم فوق الان الاوزمو بوكيت 3. طيب سميت بوكيت 3 لانها قد المخبأ، كاميرا مرة صغيرة تنفع الفلوج، ما تاخذ مساحة معك نهائيا. فنبدأ. صح الكرتون فيه طاعجة من هنا. طبعا قيمة الكاميرا تقريبا بما يعادل 650 دولار تقريبا. اخذتها على امازون بما يعادل 3200 ريال. فبسم الله نبدأ الآن نفك الكام. طبعا افضل شيء انك تفك شيء جديد. طبعا طولت وانا صراحه اصورها صراحه اللي لها تقريبا ممكن شهرين وهي عندي، وبصورها ولا اصورها صراحه لما انا ما فضيت. النسخه اللي عندي كومبو كرييتر اللي هو نسخه المجمعين. فهنا في مكان تقدر، المفترض انك تقدر تفكه من هنا. فنقول بسم الله وعلى بركه الله نفكها. فنقول بسم الله ونشوف محتويات الصندوق. هذه محتويات الصندوق فقط، شنطة واحدة هي اللي فيها كل شيء، تقريبا قد اليد، يعني مو مثل أي كاميرا ثانية. الصندوق أيضا فيه الأشياء اللي تتعلمها. فيه أيضا إن شاء الله عندنا أمطار يا جماعة، الله يجيب الخير. هذه الأشياء. وبرضه في الشيء هذا أتوقع والله العالم إنها عبارة عن ستيكرز تقريبا تبع DJI. وبرضه هنا في باركود، والله ما ادري، هذا ستور الاشياء تحملها اللي هو البرامج، والبرامج اللي تحملها فيها باركود. فما علينا. نشوف الشيء اللي موجود هذا. طبعا في نسخة عادية تقريبا قيمتها 2100 ريال او تصل الى 2000 ريال في النسخة الثالثة. وايضا موجود الكومبو كرييتر اللي هو حقة الصناع، يجي معها الاشياء هذه، يجي معها بعض الاشياء، يجي معها بطارية خارجية، يجي معها مايك يا جماعة. المايك طبعا المايك مثل ما انتم شايفين، المايك هذا حاليا هذا المايك حقها، بس هذا حق كاميرا ثانية يعني قاعد اصور فيه. هذه القطعة اللي تنحط فيها الكاميرا، قطعة مرة صغيرة. الكاميرا طبعا اصغر من هذه المعلومية. فخلونا نجي الان نوخر الاشياء هذه، نجي عند الكاميرا او الشنطة نفسها. طبعا واضحة لكم فوق. بسم الله. محتوياتها الكام، اتوقع انها واضحة لكم. هذه الكام تشوفونها واضحة هنا، مرة صغيرة قد اليد تقريبا. فبرضو هنا تشوفونها قدامكم اذا هي واضحة، قد اليد مرة صغيرة. فنشوف الشيء الثاني برضو الموجود. راح يكون فيها بطارية، بطارية ما شاء الله كل شيء مكيف داخل. هذه البطارية. وهذا ايضا اللي هو برضو القطعة، هذا اللي يوصل، اللي عبارة عن زي الادابتر او قطعة اللي تشبكها ويصير تقدر تثبت عليها الستاند او الترايبود، تقدر تثبت عليها. فباقي ايضا والله باقي ما شاء الله اشياء، طلع في اشياء كثيرة. هذا الترايبود حقها، ترايبود مرة كويس قد الاصبع تقريبا. فهذا الترايبود اذا تبغاها كاميرا تشحن وبنفس الوقت تكون يعني
ثبتها تكون زي كذا. فشلون تثبتيه؟ عبارة عن تصير زي كذا. هذه الكاميرا. طبعا احنا ما شغلناها لحد الآن لأن باقي عندنا أيضا في شيء. أتوقع إني شفت شيء هنا، في أشياء. عندنا المايك حقها من أفضل المايكات اللي هو الدي جي آي، مرة كويس. هو اللي قاعد أكلمكم من عندنا. يمكن سمعت قبل شوي إزعاج، ما أدري، ما أتوقع أنا طلع لكم. هذه عدسة، أتوقع أنها عدسة. يب، هذه عدسة لها تركب. وهذه اللي هي خاصة بالمايك. هذه اللي تسمى ديد كات، اللي هي حقة الفلتر حق الهواء، أنتم عارفينها طبعا. هذا وهذه بتعلقها عشان تقدر تمسكها بيدك. لو تحط الكاميرا فيها فتصير تمسكها بالطريقة هذه الكاميرا عشان ما تطيح منك مثلا، أو أنت قاعد مثلا تتمشى. هذه المحتويات حقت الكاميرا. طيب الآن نصور لكم أو نفتح لكم الكام. بسم الله. فقط يا اما انك تضغطها ضغطه واحده اذا تفر الكاميرا هذه فتصير جاهزه لكم. عندكم الكاميرا هذه تقدر تصور بالعرض، وايضا تقدر تصور اللي هو بشكل طولي. فخلونا بس نختار اللي هو الاعدادات. هذه الكام مثل ما انتم شايفين الان ظاهر لكم فوق انها عباره عن كاميرا عاديه. انتم مجرد ما تتحرك معك، انتم قاعدين تشوفونها وقاعدين تشوفون الكام بعد. فهذا عباره مجرد ما تضغط اللي هو 3 ضغطات راح تتحول الكاميرا تنزل تحت على طول. فهذه الكاميرا مره جميله يا جماعه. 3 ضغطات كذا انت راح تقدر تبدل باي طريقه. يعني انت مجرد انت ما انت بحاط الكام زي كذا وانت قاعد تصور فلوج على سبيل المثال، تضغط 3 ضغطات على الجير هذا على طول هي الكاميرا تقرب على طول. 1 2 3 تقرب الكاميرا على طول. شيء مرة كويس. فيها أكثر من وضعية تصوير، تصور إلى تقريبا 4K. طبعا مثل ما أنتم شايفين الدقة عبارة مجرد ما ترفع. طب الشاشة كلها عبارة عن تاتش، مجرد ما تضغط تقدر تصور 2K 4K. تقدر تحط الإطارات إلى 60 إطار، تصور 4K إلى 60 إطار. تمام. طبعا بناء على كما صارت 60 إطار أو أكثر كما أخذت، أو صارت الدقة أعلى كما أخذت اللي هو مساحة أكبر. وبطارية أيضا بالتسجيل راح تكون أقل. تقدر تغير اللي هو أيضا اللي هو طريقة عرض الكاميرا. تقدر تخليها مثلا واسعة أو تحط إنها العدسة يعني طولية. أتوقع تصور لك إلى 3K و60 فريم. فلو نحطها مثلا 16 على سبيل المثال، 16 كذا صار أعطاك إلى 4K 60، أو تبغى مثلا K 2.7K، أو تعطيها اللي هو 1080 اللي هو Full HD. اللي يريحه، كل واحد اللي يريحه. أيضا عندك من ضمن الإعدادات الموجودة اللي فيها هنا راح يعلمك الحركة والتراكنج والتعقب بشكل كامل. هذه الآن الكاميرا فعلتها على وضع اللي هو التعقب الوجه يعني. فمجرد ما تصور فلوج، فالآن حاطها هي الآن متعرفة حاليا على وجهي. فأنا مجرد ما ألف يمين الكاميرا تلف. لو تلاحظون وين ما ألف، لو أخرت الكاميرا هنا تلف معي، قاعدة تتبعني. يعني وين ما رفعت الكاميرا حتى لو نزلتها تحت هنا بتصير ايش؟ هي نازلة عندي هنا. فهي صراحة الأمانة مرة كويسة. أي شخص يبغى يصور تصوير سواء كان على طاولة سواء كان يعني ما يحتاج إنك تيجي توزن، وما يحتاج إنك تروح وترجع. لا، أنت مجرد بس تحطها بأي مكان زي كذا، وهي راح تكون مقابلة لوجهك. ما يحتاج إنك ترفعها، أو إذا مثلا ما أحطها فوق على سبيل المثال كرتون معين كذا، أنا مجرد ما أوخر كذا هي تتبعني مثل ما أنتم شايفين. أمانة مرة جميلة. قيمتها صراحة قيمتها موجودة فيها، تستاهلها. الكل قاعد يستخدمها. الأمانة يعني صارت تقريبا نادرة، يعني ما تحصلها من الشركة نفسها. في أمازون ما راح تحصلها إلا قليلة، وإذا لقيتها تلقاها بأسعار مرة غالية صراحة الأمانة. خصوصا اللي هي الكومبو كريتر، الناس قاعدة تدور على المايك هذا أو هذا هو المايك. وهذه قطعة المغناطيس اللي تجي معه. طبعا المغناطيس يا جماعة مرة قوي، مرة لدرجة
درجة مرعبة يعني. اقدر اثبت المايك هنا الان، مثلا هنا ما في مخبار مثلا هنا، اوكي المايك طبيعي بيطيح، لكن انا ابغى والله قريب هنا عندي، فمجرد ما يصير المغناطيس معك بس تحط المغناطيس من داخل من هنا وتخلي المايك تقرب من هنا ويمسك على طول. شوف انا مسك المغناطيس وصار في عندي مايك، المايك ما يطيح، ممكن تسمعون الصوت لكن المايك مره قوي. فاذا جيت تفكه مثلا لازم تروح تفك المغناطيس مره قوي، تفك المغناطيس وينفك معك. فممكن انتم تشوفون الان هنا هذا المغناطيس، هذا المغناطيس الان، فاذا جيت تفكه ينفك. ايوه فنان المغناطيس يا جماعه، مره يعني ضابط مع المايك صراحه، يستاهل. المايك الظاهر قيمته تقريبا حاله 600 او شيء او 700 في زي كذا، مبلغ مره عالي قيمته، بس مع الكاميرا مره مناسب. فابد وصلنا لنهايه المقطع يا جماعه، اتمنى المقطع صراحه عجبكم معنا اليوم وتجربتنا او الانبوكسنج حقنا، مراجعتنا على كاميرات اللي هي الدي جي اي بوكيت 3 اللي هي الاوزمو. للمعلوميه انا حاليا الكاميرا هذه الان انا قاعد اصور فيها من بدايه المقطع وانا قاعد اصور بالكاميرا حقت الاوزمو. فاعطونا رايكم في التعليقات، وشكرا لكم على المشاهدات. اتمنى المقطع صراحه عجبكم، لايك واشتراك، نراكم على خير باذن الله. سلام عليكم.